بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي على أهم أسباب الإغماء. الإغماء ممكن يكون ليه أسباب هايفة زي انخفاض السكر، وده بنعرفه بقياس السكر، أو ارتفاع السكر الشديد في الدم، أو انخفاض الضغط الشديد اللي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، أو يكون بقى في مشاكل في المخ نفسه، من ضمنها الجلطات أو نزيف المخ، أو يكون في مادة مرتفعة في الجسم عاملة إغماء زي الفشل الكلوي، مادة اليوريا بترتفع جامد، أو مادة البوتاسيوم في حالات الجفاف في الكبار. البوتاسيوم لما بيرتفع جامد بيأثر على الوعي. فالإغماء في حالات هايفة تقدر أو تكون حاجة يعني زعل أدى لصدمة عصبية وانهيار عصبي فيعمل هبوط في الدورة الدموية، يعمل كده. حاجات هايفة كتير، ولكن في حاجات لو ما استجابتش للمفيقات الغيبوبة العادية اللي هي الإثارات المؤلمة، ما ندوس على العين أو ندوس على شحمة الأذن أو الأنف، أنبة الأنف، ما جابش نتيجة، فبتضطر انك تنقله مستشفى عشان تعرف سبب الإغماء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.